بص يا صديقي، احنا النهارده جايين نتكلم في موضوع غريب شويتين تلاتة. جايين نتكلم في الشخص اللي مجرد ما اسمه بينزل على تتر او بوستر الدنيا بتتقلب لنصين. نص بيشتم ويقول لك يا عم كفايه بلطجه، ونص تاني قاعد قدام التلفزيون ومستني الشخص ده. فاحنا النهارده هنشرح حاله محمد رمضان، ليه حرفيا بيكسر الدنيا، وايه السر ورا كده، وليه كل مسلسلاته بتنجح نجاح يكسر الدنيا. هل ده حظ ولا حركه سريه محمد رمضان هو الوحيد اللي عارفها؟ فقبل ما نبدأ صلي على النبي، حضر مشروبك وانزل اعمل لايك واشترك ويلا بينا. قبل ما اقول لك السر لازم نرجع بالزمن شوية حلوين. محمد رمضان ما طلعش فجأة بشنطة مليانة فلوس، لا يا معلم. ده واحد نحت في الصخر وجابها من تحت قوي. بدايته كانت أدوار صغيرة جدا، بس كان عنده كاريزما وبيعرف يخليك تركز معاه هو بس. محمد رمضان ذكي وذكي جدا كمان، عرف يلعب على الوتر الحساس عند الجمهور المصري. وتر البطل المظلوم اللي بيبقى الناس كلها عليه وهو بيساعد اي حد في طريقه وبيجيب حق المظلومين وكل الكلام ده. ركز بقى في النقطة الجاية دي، عشان دي الطريقة اللي بيمشي عليها محمد رمضان في كل مسلسلاته. أول سبب لنجاح أعمال محمد رمضان هو إنه بيلعب دور الشخص اللي مننا، الشاب اللي عايش في منطقة شعبية، شايل هم أهله ومنطقته كلها، وبيتحارب من الأغنياء أو الفاسدين، وفي الآخر بياخد حقه بإيده. إحنا كجمهور بنحب العدالة الفردية، بنحب نشوف الشخص الضعيف وهو بيقوى وبيدوس على اللي داسوا عليه. محمد رمضان في مسلسل ابن حلال وفي الأسطورة وفي البرنس كلهم نفس الشخصية باختلاف التفاصيل البسيطة. واحد الدنيا جت عليه فقرر إنه يجي على الدنيا عشان ياخد حقه. ومحمد رمضان أستاذ في صناعة اللازمة والإفيهات. يعني إيه؟ يعني لازم في كل مسلسل تلاقي كلمة أو حركة أو رياكشن الناس كلها تقلدها، زي مثلا ثقة في الله نجاح، ومشية رفاعة الدسوقي، وحلاقة الدقن بتاعته. محمد رمضان مش بيعمل مسلسل بس، ده بيعمل ظاهرة اجتماعية. وهو فاهم كويس إن نجاح المسلسل مش بس في نسب المشاهدة، لا ده في إن الناس تتكلم عنه في القهوة وعلى فيسبوك وفي الميكروباصات وعلى السوشيال ميديا عموما. نيجي بقى لنقطة محمد رمضان والمخرج محمد سامي. محمد رمضان والمخرج محمد سامي لما بيشتغلوا مع بعض عارفين ان الجمهور المصري بيموت في خناقات القرايب. في البرنس مثلا المسلسل كله كان قايم على ان الاخوات بيحاولوا يقتلوا اخوهم، وده بنزين الدراما المصرية. فالناس بتقعد تشتم في فتحي وتدعي الرضوان، وده بيخلق حالة من التفاعل الرهيب. محمد رمضان بيعرف يحطك في حالة غل وكره تجاه الأشرار وحالة تعاطف عمياء تجاهه هو، فبتلاقي نفسك غصب عنك عايز تشوف الحلقة الجاية عشان تشوفه وهو بيجيب حقه منهم. مسلسلات محمد رمضان دايما فيها بهرجة، عربيات غالية وقصور ولبس براندات وأكشن معمول بمستوى عالي جدا. هو بيقدم لك عمل فني قوي حتى لو القصة مكررة. الإخراج والصورة بيخليك تحس إنك بتتفرج على حاجة كبيرة. محمد رمضان فاهم سيكولوجية المشاهد اللي عايز يهرب من واقعه البسيط ويشوف البطل وهو راكب أغلى عربية وبياخد حقه من اللي افترى عليه وجه عليه. فبص يا صديقي، في ناس بتقول إن مسلسلات محمد رمضان بقت مكررة وإن قصصه بقت محفوظة، بس الحقيقة بتقول غير كده. جعفر العمدة في 2023 أثبت إن محمد رمضان لسه مسيطر على الملعب. طب ليه؟ لأنه غير البرسونا شوية، ما بقاش الشاب الصغير المظلوم، بقى كبير المنطقة اللي عنده هيبة والناس كلها بتقدره وتحترمه. ومحمد رمضان ما بينتهيش لأنه بيعرف يجدد الطاقة، هو بيغير السياق، مرة صعيدي مرة شعبي، بس بيفضل محافظ على الروح اللي الجمهور عايزه. سؤال ممكن يجي في دماغك، هو ليه لازم محمد رمضان يطلع بطل خارق وما بيخسرش؟ ده جزء من البراند. الجمهور عايز يشوف بطل بينتصر في الآخر، ومحمد رمضان بيبيع الأمل للناس اللي حاسة إنها مظلومة في حياتها. ولو خسر في المسلسل الجمهور هيتضايق ويقول إحنا بنشوف فيه النسخة اللي نتمنى نكون زيها، النسخة اللي بتاخد حقها من غير ما تخاف من حد. خليني أقول لك حاجة كده سر بيني وبينك، إحنا كبشر عندنا حاجة اسمها الاستمتاع بالذنب. في ناس كتير بتدخل تشتم في محمد رمضان وبتقول ده بيبوظ الذوق العام، بس هم أول ناس بيفتحوا تلفزيون الساعة 8 عشان يشوفوا جعفر العمدة هيعمل إيه في شوقي فتح الله. ليه؟ لأن محمد رمضان بيقدم تسلية للمشاهد، يعني جاي يبسطك. والناس في رمضان بتبقى عايزة تفصل، عايزين حد يفرغ الطاقة السلبية اللي جواهم بعلقة موت بياخدها الشرير في المسلسل. ومحمد رمضان فاهم ده كويس جدا وبيلعب على النقطة دي بذكاء. في النهاية يا صديقي، محمد رمضان هو بيعمل اللي الجمهور عايزه، هو مراية لخيالات فئة كبيرة من الشباب. نجاحه مش بيجي صدفة، ده شغل وتخطيط وفهم عميق جدا للسوق المصري. محمد رمضان عرف يخلي نفسه فرد أساسي في كل بيت مصري لما بيعمل مسلسل أو أي عمل فني، بس ما تقدرش تتجاهل عمله الفني. وزي ما بيقول دايما، ثقة في الله نجاح. وده كان كلامنا النهارده عن سر نجاح مسلسلات محمد رمضان. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات ايه اكتر مسلسل لمحمد رمضان عجبك، وقول لي حابب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي. واشوفكم في حلقة جديدة من ميدو اركيف، وسلام.